مساء الفل عليكم. تعالوا النهاردة نعمل ألذ وأخف وأنجح وصفة كيك ممكن تكونوا جربتوها في حياتكم. كيكة النهاردة هنعملها من اللبن لما يقطع منك خلاص ويبقى انت مش محتاجاه او مش محتاجة تشتغلي بيه في اي وصفة. اوعي ترميه، ساعتها هنعمل منه احلى والذ كيكة عالية وطرية. والناس اللي كمان بتشتكي ان الكيكة مش بترتفع منها، او بتشتكي ان الكيكة بتاعتها غامقة، او كمان بتشتكي ان الكيكة بتكون مش هشة كده ومش خفيفة ومش قطنية، كل الكلام ده هتنسوه بعد الوصفة دي وهتعملوا كيكة ناجحة 100%. وعد فعلا لما تشوفوا الفيديو وتنتبهوا كويس لكل التعليمات اللي فيه، مستحيل مستحيل ان الكيكة تفشل معاكم. كل ده هتشوفوه معايا النهاردة في الفيديو. بس لو لسه ما اشتركتوش في القناة، اتمنى تدوسوا على كلمة اشتراك تحت الفيديو باللون الاحمر وتفعلوا الجرس على كلمة الكل. ما تنسونيش بقى في لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد بقدمه. وبشكر كل اللي بيتابعني وبينتسب في القناة، ميرسي جدا جدا ليكم ولكومنتاتكم الحلوة. ما تنسوش بقى للدعاية والإعلان على قناتي هسيب لكم اللينك ورقم التليفون والتواصل مع مسؤول الإعلانات. كله ده هتلاقوه عندي في صندوق الوصف. تعالوا نشوف عملنا الكيكة دي ازاي، وازاي استخدمنا حاجات تقريبا احنا مش بنستخدمها، ازاي نطلع منها حاجة حلوة اقتصادية وعلى قد الإيد. وأول حاجة هنعملها زي ما انتوا شايفين، أول حاجة هنعملها احنا هنبدأ من البداية. هقول لكم دلوقتي طريقة عمل الزبادي البيتي. هنا عندنا زي ما انتوا شايفين لتر من اللبن. طبعا انا هاخد كوبايه من الزبادي ده كله، يعني انا هعمل كذا كوبايه وهاخد كوبايه واحده بس. لتر من اللبن عليه معلقه من الخل بعد ما اللبن اتغلى وبرد. بعد ما برد خالص حطيت عليه معلقه من الخل وقلبتهم كويس. وكمان حطيت كوبايه من الزبادي البيتي زي ما انتوا شايفين، وهسيبها كده تتخمر لمده 4 ساعات. وبعد ال4 ساعات همسك الكوبايات دي وهبتدي ان انا املاها بالزبادي. وانا كل اللي انا هعمله في حاجه واحده في الكيكه، ان انا هاخد كوبايه من الكوبايات دي هعمل منها الكيكه، وباقي الكوبايات هحطها في التلاجة. يبقى عملت كده من لتر لبن عملت حليب وعملت ايه زبادي. عملت منه كيكه حلوه واقتصاديه بدل ما انا اشتريها من بره. واحلى حاجه فيها ان هي بتخلي الكيكه طريه جدا جدا وحلوه قوي قوي وهشه جدا جدا جدا. بملي الكاسات بتاعتي بالشكل ده وبعد كده بدخلها في مكان دافي. يفضل يكون بقى البوتاجاز الفرن البوتاجاز كده، اسخنها واحطهم في صينيه وبعد كده اغطيهم بصينيه تاني واسيبهم جوه فرن البوتاجاز لحد ما يعني يتماسكوا. وبعد كده بقى بسيبهم لمده 6 ساعات في التلاجة. وبعد كده بتاكلوا احلى والذ زبادي. وتعالوا نشوف عملنا الكيكه بتاعتنا ازاي، بس نتاكد بس في الاول من نتيجه الزبادي. ده الزبادي بعد مرور تقريبا كده 5 ساعات عليه. تعال نشوف ونختبر قوة التماسك بتاعته. أظن كده ملاحظين إن الزبادي متماسك جدا جدا وطعمه حلو قوي قوي، وكمان شكله متماسك قوي. هنجيب هنا معلقة من السمنة عليها 4 معالق من الزيت، وهننزلهم عليهم نص كوباية من السكر. ونبتدي إن احنا نقلبهم، والحاجات كلها تكون في درجة حرارة الغرفة، ويكون السكر منخول كويس جدا جدا. هنبتدي ان احنا نضربها كويس قوي لحد ما تبقى قوامها زي القشطه كده او كريميه. وبعد ما توصل العجينه بتاعتي للطريقه دي، ممكن تستخدموا مضرب، ممكن تستخدموا الخلاط في الوصفة بتاعتنا. هبتدي ان انا اضيف ربع كوباية من الحليب، ودي اختيارية لان الكيكة تعتمد في الاساس على الزبادي. لكن لو حابين تضيفوا الحليب برضو هيكون حاجة كويسة. وكل حاجة تبقى في درجة حرارة الغرفة، ما يبقاش في حاجة من التلاجة ولا كمان تبقى في حاجة سخنة. بعد ما نبتدي ان احنا نضربهم كويس خالص بالشكل ده، هنبتدي بقى ان احنا نضيف باقي المكونات. وتعالوا نشوف باقي مكوناتنا ايه. هنا انا استخدمت بيضتين، ممكن تستخدموا بيضة واحدة لو انتوا حابين، وده البيض بيكون في درجة حرارة الغرفة برضو. بنبتدي ان احنا نضربه كويس جدا جدا. الكيكة دي هتطلع معاكم دسمة وحلوة زي اللي انتوا بتاكلوها او متعودين ناكلها بقى، كيكة زمان او الكيكة العائلية بتاعة زمان. دي طريقتها بمنتهى البساطة. كل الفكرة ان احنا استخدمنا الزبادي. هضيف هنا كوباية من الزبادي، وهبتدي برضو ان انا اضرب كويس جدا. وزي ما قلت لكم موضوع اللبن ده موضوع اختياري، ممكن اصلا ما تحطوهوش في الوصفة. بعد كده بقى بتجيبوا الدقيق بتاعكم تنخلوه كويس، تقريبا كده كوبايتين من الدقيق منخولين كويس. على كل كوباية معلقة من النشا. يعني عندي كوبايتين دقيق عليهم معلقتين من النشا، عليهم باكو من الكيك شيف او الخميرة الفورية، وذرة ملح، ودي بتكون مقاديرنا الجافة. هنقولها كمان كوبايتين من الدقيق منخولين كويس، عليهم معلقتين كبار من النشا
نشا عليهم باكو كيك شيف، ونقلبهم كويس جدا جدا. وبعد كده نبتدي ان احنا نضيفهم تدريجيا للمكونات السائله اللي احنا عملناها في البوله. وبعد كده نبتدي ان احنا نقلب من تحت لفوق علشان خاطر ما نفضيش الكيكه من الهواء، وفي نفس الوقت تطلع معانا الكيكه هشه وجميله جدا جدا. اول ما ابتدي احس ان العجينه خلاص ظبطت معايا ومش محتاجه اي حاجه تانية زي ما انتوا شايفين، اكون بقى مجهزه القوالب بتاعتي اللي انا هصب فيها الكيكه. تقدروا تستخدموا اي نوع قالب انتوا تحبوه، قوالب صغيره او قوالب كبيره، حتى تقدروا تعملوا العجينه دي في قوالب الكب كيك وبرده هتكون رائعه جدا زي ما انتوا هتشوفوا معايا دلوقتي. يعني كده بالنسبه لي العجينه بقت ممتازه. هنبتدي ان احنا نجيب الصينيه اللي احنا هنشتغل فيها وهنبطنها كويس جدا جدا. واهم حاجه التبطين بتاع الصينيه بتتبطن بالسمنه او الزيت والدقيق بس. اهم حاجه ما يكونش فيه اي حته مش متبطنه في الصينيه، ويكون كمان الصينيه الومنيوم، لان الالومنيوم بيضمن توزيع الحراره مظبوط جدا جدا، فبالتالي بيطلع معانا نتيجه ممتازه. وزي ما انا قلت لكم القالب او شكل القالب ده حضراتكم تتحكموا فيه براحتكم، او تختاروا القالب المناسب لكم في التسويه. بعد ما بدأنا ان احنا نبطن الصينية بالشكل ده ونشيل زيادات من الدقيق اللي احنا مش هنستخدمها، ممكن نستخدمها في وصفات تانية زي ما انتوا عارفين. هنبتدي بقى دلوقتي ان احنا نصب الكيكة بحيث تصب حوالي نصها بالظبط، والنص التاني بيفضل فاضي. بعد كده بتدخل الكيكة على درجة حرارة 180 تقريبا، بتكون الفرن والعة فوق وتحت وبتكون سخنة. اول ما بندخل الكيكة بنطفي الفرن فوق خالص او بنطفي الشواية خالص، وبعد كده بنسيب الكيكة جوه الفرن مدة ما تقلش عن نص ساعة، ما نفتحش عليها خالص. وبعد النص ساعة بدخل خلة أسنان لو حسيت ان الكيكة خلاص ظبطت من جوه وبقت تمام، يعني مش محتاجة سوى اكتر من كده، ببتدي ان انا افتح عليها الشواية مدة ما تزيدش ابدا عن دقيقة او نص عشان تاخد اللون الذهبي الحلو، تبقى اتحمرت من فوق ومن تحت. بعد كده بطلعها بقلبها في صينية وبسيبها تتهوى خالص خالص يا جماعة، ما ببتديش ان انا اقطع فيها ابدا وهي سخنة. وبعد بقى ما تبرد بتبقى حلوة جدا وطرية جدا. وميزة الكيكة دي ان هي لو قعدت عندك يوم او 2 او 3 في التلاجة هتتاكل، وكل اللي هيدوقها هيقول تحفة. وكمان اهم حاجة من ده كله ان هي مش بتنشف، مش بتهبط، مش بتبوظ. يعني وصفة كيكة مضمونة 100%، اتعملت من اللبن الرايب اللي محدش فينا بياكله في البيت، وطلعنا منه حاجة حلوة وجميلة جدا جدا. اتمنى بقى وصفة النهاردة تكون عجبتكم. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة، تفعلوا جرس على كلمة الكل، ما تنسونيش بقى في لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد بقدمه. وبشكر كل اللي بيتابعني وبينتسب في القناة، ميرسي جدا جدا ليكم ولكومنتاتكم الحلوة وللدعاية والإعلان على قناتي. ما تنسوش هسيب لكم رقم التليفون ورقم تليفون المسؤول، واللينك كله هتلاقوه في صندوق الوصف. أتمنى تجربوا الوصفات دي وتقولوا لي كمان وصفات تانية جديدة وأفكار جديدة ممكن نعملها لأولادنا في المدارس والدروس، وكمان كوجبة فطار خفيفة ولذيذة. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش بقى كومنت حلو يشجعني. تحياتي لكم بألف هنا وشفا، أشوفكم دايما يا رب على خير قريب.